البنت ضهرها هو أبوها. يعني جميلة مهما فرحت ومهما ضحكت لما بتقعد مع نفسها بتبكي وبتشوف نفسها من غير سند. ده كلام بيقولهولك واحد لف الدنيا وعارفها. العذاب اللي في بنتي أنا السبب فيه. جميل عاشت طفولة صعبة. كنت أنا وهي بنتغطى ببطانية واحدة، ما كانتش بتدفينا من البرد. كنت بحاول أضمها لحضني على قد ما أقدر علشان أدفيها، بس كنت بحس بيها وهي بتترعش من البرد، وأنا ما كانش في حاجة بإيدي أعملها. كتير فكرت إن أبعتلك وأقولك تعالى خد بنتك وسيبني أنا في الشارع، بس كنت خايفة عليها من عصبيتك وخفت تنكرها، ولما تعرف إن أنا عايشة تنتقم مني ومن مرسى الله يرحمه. أنا ما كنتش خايفة على نفسي، أنا كنت خايفة على جميلة وعلى مرسى الله يرحمه. حسام بيه مش من عادته يأخر كده عند الست إسراء. سيبه عاطف وبطل نبر، مش يمكن ربنا هداهم على بعض يا أخي. نفسي والله، نفسي يا رضوان، عشان تعبت. نفسي أشوف الفرحة على وش حسام بيه. وعلى فكرة الست إسراء ما بتكرهوش، لأن لما بتكلم معاه عن حسام بيه بحس بحبها ليه من عينيها ونبرة صوتها. كنت أنا وهي بنتغطى ببطانية واحدة، ما كانتش بتدفينا من البرد. كنت بحاول أضمها لحضني على قد ما أقدر علشان أدفيها، بس كنت بحس بيها وهي بتترعش من البرد، وأنا ما كانش في حاجة بإيدي أعملها. حسام بيه مستحيل حد يعرفه ويكرهه، بس هي عاطف اللي حصل لها ما كانش شوية، وكل حاجة كانت على إيدينا. طب بس حسام بيه جاي هناك أهو. ايه يا حسام بيه مالك؟ انت تعبان ولا حاجة؟ يا ريت يا عاطف، يا ريت كنت تعبان ولا بتألم. على الأقل كنت هاخد مسكن وارتاح. يبقى أم جميلة كان كلامها قاسي معاك يا حسام بيه. أم جميلة قالت لي اللي حسسني قد إيه كنت ندل، قد إيه كنت جبان. سمعتني جزء بسيط من العذاب اللي حطيتها فيه هي وبنتي. والله يا حسام بيه انا متأكد ان جميلة بكرة هترجع. خلاص يا عاطف، أنا المسكنات مبقاش يجيب نتيجة معايا. ألامي عدت حدود المسكنات. أنا اللي ماسك ومكلبش فيه لحد دلوقتي الصبر، عشان ربنا ما يغضبش عليا. طب يلا بينا يا حسام بيه عشان تروح تستريح، انت شكلك تعبان قوي. فعلا يا رضوان، أنا تعبان. بكرة أم جميلة بعد ما تنزل من عند الدكتور خدوها هي وأمه وروحوها البلد، وانتوا ريحوا يومين وأنا هأجز يومين. محتاج أرتب أوراقي عشان أعرف أعيش. اه 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 إيه يا عاطف، في إيه مالك؟ اه شغلتني عليك. سندنا يا رضوان، دخلني جوه. اه 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 اه
الف سلام عليك يا عاطف. على بالك يا اخويا، على بالك. دماغي هتتفرتك من الصداع، مش قادر. جسمك مش سخن يعني ولا حاجه؟ آه وبعدين دماغك هتتفرتك، انت قافش في بطنك ليه؟ ما اكلتش حاجة من امبارح. حاسس ان بطني بتتقطع ومهبط. طب انا هروح اعمل لك حاجه تاكلها. تلاجة فاضية، ومراتي بايتة عند امها من امبارح واخدة العيال، ومش سايبالي حاجة في التلاجة بنت اللذينة. طب قوم بينا نروح للدكتور بسرعه. اه بقول لك مش قادر اصلب طولي من قلة الاكل. اه طيب انا هروح اجيب لك حاجه تاكلها، وبعد كده ابقى اوديك المستشفى. اه 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 ايه يا حسام مختفي فين؟ بتصل بيك تليفونك مقفول. كلمت عبد الحكيم في الشركه قال لي ان انت ما جيتش النهارده. انا مأجز يومين يا عبد التواب، عاوز ابعد عن الدنيا كلها، مش عايز اشوف حد ولا اسمع حد. ليه؟ هو في ايه اللي حصل يا حسام؟ ام جميله قالت لي كلام وجعني قوي يا عبد التواب. تخيل بنت حسام الهواري كانت تنام هي وامها وبيتغطوا ببطانيه واحده، بطانيه ما بتدفيهاش من البرد يا عبد التواب. الكلام وجعني قوي يا عبد التواب، خلاني كرهت الدنيا وكرهت كل حاجه حواليا. انت كده بتعذب نفسك اكتر من اللازم. بقول لك ايه، ما تجيلي. هفوق بس يا عبد التواب، هفوق من اللي انا فيه واكيد هجيلك. خد يا عاطف، خد الاكل ده اسلق بيه طولك، وانا اخش اعمل لك حاجه سخنه تشربها، وبعد كده ابقى اوديك المستشفى. مش معنى انا يا حسام بيه اللي اخترتني تقعد معايا يوم اجازتك. مش عارف يا نورهان، بس لما بقعد معاكي بحس ان جبل الالام اللي فوق كتافي حمله بيخف. والله يا حسام بيه انا مش عارفه مين فينا اللي بيخفف الام التاني. انت عارف رفيق بيه والاستاذه ميرفت لما اتهموني بالسرقه، موقف اول مره اتعرض له في حياتي. وقتها جسمي كان بيترعش وقلبي كان بيدق والخوف كان هيموتني، بس لما حضرتك وصلت جسمي توقف عن رعشة الخوف اللي كان فيها، وقلبي بقى ثابت وقوي. حسيت ان جبل جه جنبي وسندني، وده كله قبل ما حضرتك تعرف اني بريئة. انت يا نورهان ربنا بعتك ليا في وقت كانت خلاص حياتي ابتدى يتملكها اليأس. معرفش ليه وايه السر اللي بيخليني استمد قوتي منك. معقول يا حسام بيه؟ مني انا؟ والله ما بكدب عليك يا بنتي. طب هو انا ممكن اسألك سؤال؟ اتفضلي. هو ايه يا حسام بيه اللي مخليك موجوع مقهور وعينيك جواها حزن السنين؟ دي حكاية طويلة يا نورهان، حكاية بدأت من 20 سنة. لهيب النار في قلبي والليل عليا طال، عايش في جرحي لوحدي ما بقتش اشوف نهار. يا دنيا المر فيكي طعمه ولا الصبار، الملح ساكن جرحي والدمع في عيني نار.